وازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ والنهارده 40 بادج يا جدعان، 40 بادج وفاضل معانا 7 ايام. لسه فاضل اسبوع على الهانت يخلص ان شاء الله. فكده يا جماعه احنا زي ما قلت لكم كده، احنا بحاول اجيب لكم اسهل مبات نجيب منهم بادجات. فاللي ما شافش ال20 اللي قبل كده هسيب له اللي هنا هتظهر في علامه الاي ال20 اللي قبل ده، وهسيب برضو لينك الفيديو تحت في اول تعليق مثبت، بحيث ان انت تشوف ال20 بادج بتاع الفيديو بتاع النهارده وتشوف كمان ال20 بادج بتاع الفيديو التاني، فكده تجمع 40 بادج يا جدعان. فيبقى فاضل لك كده 60 بادج عشان تكمل 100. كمان روبلوكس نزلت لنا حاجه جديده، ان انت لو كملت 100 كملت 100 بادج هتاخد البيضه دي. لما تكمل ال 100 بادج، اول ما هتكمل 100 بادج هتاخد البيضه دي. طبعا الموضوع يا جماعه في مبات صعبه جدا، صعبه بمعنى الكلمه يعني. لا بجد في مبات صعبه يا جماعه وفي مبات سهله، فانا بحاول اجيب لكم السهل، يعني السهل تقدر تاخد منه الحاجات. فانا هاخد معاكم الحاجه اللي هي التالتة بتاعت ال40 بادج. كده هيبقى معانا فاضل لنا اللي هو الماسك والتاج عشان نخلص البادجات دي. انا دلوقتي حاليا معايا 41 بادج، فهنكمل مع بعض. كتير سألني على اسم المابات، انا والله يا جماعة بقول اسم الماب، يعني بقول دي ماب اسمها كذا اسمها كذا، فانت خد بالك يعني المابات اللي هي اللي احنا هنعملها. على العموم انا هحط لكم صورة الماب قبل ما اتكلم عنها، يعني هتظهر صورة الماب على كل ماب في الفيديو ده. والفيديوهات اللي فاتت بقى انا قلت الاسامي، فان شاء الله تعرفوها يا جماعه لما تشوفوا الفيديو ده ان شاء الله. معلش يا جماعه انا مش هقدر ان انا اعيد ان انا الفيديو التاني ان انا اصلح مثلا او احط الاسامي. دلوقتي هنشوف مع بعض الفيديو ده ال20 بادج، ويلا سيبكم. هنبتدي يا جماعه باول لعبه معانا اللي هي سرفايف ذا كيلر. المفروض ان انت بتدخل اللعبه هتلاقي الجهاز ده المفروض ان انت تكسب بيه. حاول قدر الامكان يا جماعه ان انت ما تموتش وانت معاك الجهاز، يعني حاول تدور على الجهاز وفي نفس الوقت تعيش بيه لغايه ما ترجع تاني. هو مطلوب منك بس ان انت مره واحده مش اكتر من مره، يعني كان السنه اللي هي ساعتها كان الهاونت كان مطلوب اكتر من مره، لكن السنه دي بصراحه مسهلين الدنيا شويه. فان انت تكسبه نصيحه ان انت تعمل ماب خاص، او ان انت لو تدور على ماب فاضيه يبقى معاك اصدقائك ان انتوا تعملوا مع بعض. انا عملت كده بصراحه عشان اقدر اكسب يعني، وترجعها وخلاص كده خدت الباتش. هنروح للماب التانية، حاجة زي البيرث داي كده اللي هي بتاعت البيرث داي، ان انت بتلاقي 10 مسات جوه البيت. جوه البيت خلي بالك مفيش حاجة بره البيت، هي بس اللي على العربية هي دي اللي بره البيت. بعد ما تخلص 10 مسات بتفتح المكان ده. هتروح بعد كده هتلاقي الباركور وحاجات تقعد يعني زي الباركور كده تلعب بيها. اهم حاجة يا جماعة ان انت في الطريق في ارقام بتجمعها. عند السمكة هناك في رقم لازم تجمعه، وهنا في المنطقة دي في رقم برضو هتاخده. يعني في ارقام لازم تجمعها في المنطقة دي عشان خاطر اهو انا خدته ده الرقم ده. وبعدين المفروض ان انت طول ما انت ماشي تجمع 3 ارقام. عند العربية برضو في رقم عند العربيات وعند الصخرة، وده اخر رقم هنا هيبقى في رقم. انا معلش بس انا مقطعه كتير عشان الوقت، لان طبعا انتوا 20 ماب يعني صعب. هنحط الارقام والارقام بتختلف، يعني مش هتبقى زي الرقم بتاعي، هتلاقوا الارقام مختلفة شوية عند كل واحد يعني. هنخلص الماب دي خلاص كده احنا هناخد البادج. سهلة جدا برضو بس هتاخد وقت شوية. دي اللعبة دي سهلة جدا برضو، ان سيميليتور يا جماعة، سيميليتور تجميع. انت المفروض ان انت هتقعد تلعب تقوى كده وتقوي نفسك لغاية ما تقدر تهزم رقم 3 اللي في الهانت، 3 اللي جوه الماب الهانت. هنيجي البيت سيميليتور سهلة جدا ان انت تفتح اريا 20، الاريا رقم 20، بس انت تقعد تجمع تفتح اريا رقم 20. لعبة البلي دي طالبة مننا 3 طلبات. اول حاجة ان انت تقتل 3، تاني حاجة ان انت تلعب 5 مرات، 5 راوند يعني. اخر حاجة ان انت تضرب البلية 30 مرة. بس كده خلصت المهام بتاعت البلي، سهلة برضو. نصيحة بس العب ماب خاص عشان ما ياخدش منك وقت. هنيجي هنا للتايكون ده. هيبقى مطلوب منك انت تجمع البيضة الخضرا دي، شايفين هي بيضة واحدة، مطلوب منك بيضة واحدة. تاني حاجة مطلوب منك ان انت تضرب الوحش، مش لازم تهزمه يا جماعة. يعني انا بص لسه جديدة، رحت ضربته ضربة كده اتحسبت لي ان انا ان انا هزمت الوحش، لاني كنت لسه يعني جديدة، فرحت ضربته ضربة كده اتحسبت لي لان هم اللي قتلوه، مش لازم انت اللي تقتله يعني. تمام. وبعد كده تخلص التايكون. عند ما خلصت التايكون خلاص هنيجي بقى للقصة. سهلة جدا برضو ان انت تقعد 3 ويف دي، ان انت لازم تعدي ال3 ويف وخلاص كده هتاخد البادج. بس اهم حاجة ما تموتش عشان خاطر تقدر تاخد البادج. يعني برضو سهلة لان الويف ده سهل ان انت تعدي منه يعني. فعند ما هتيجي المرحلة اللي هي اللي هيجي معاهم واحد ضخم كده، ايوه المرحلة دي اخر مرحلة، هتاخد بعديها البادج على طول.
هنيجي اللي هي السكي دي، المفروض انت بتعدي للاريا رقم 100، تعدي ال100. شايفين فوق في رقم اهو 3 مثلا و4، تقعد تعدي كده لغايه ما توصل لرقم 100. عند ما توصل رقم 100 هيظهر لك بادج، بس انت لازم تعمل قلم للبادج يا جماعه. اهم حاجه تعمل قلم للبادج، لانه انت اللي بيظهر لك ده ان انت وصلت لل100، مش البادج بتاع اللعبه يعني بتاع الهانت. دي بقى اللي هي ماسلز او السترونج دي مطلوب منك ان انت تجيب سمكه وتقعد مربوطه بحبل كده. اهم حاجه ان انت ما تحاولش تقطع الحبل بينك وبينها، يعني ما تعديش بينك وبينها حيطه، حاول تمشيها بين الخطوط وكده. زي ما شايفين هنا عاملين لها حفره تعدي منها، يعني هي صعبه شويه بس يعني انت هتحاول تعديها ان شاء الله. المشكله بقى ان هي 3 مراحل، يعني 3 سمكات، كل مرحله فيها سمكه ان انت المفروض تعدي بيها المتاهات دي عشان خاطر تاخد البادج. الصراحه يعني مصعبين علينا، معرفش دي اول مرحله، وبعدين هتطلع هتلاقي سمكه تانية هتعدي بيها تاني مرحله، وبعدين 3 مرحله وتاخد البادج ان شاء الله. اهو انا خدت البادج. هنيجي بعد كده للعبه برضو سيميليتور اللي هي بتاعه السيف اللي بتطلعه من الصخره. كل مطلوب منك ان انت تخش مكان هانت بعد ما تكون قويت يعني، وترفع الصخره رقم 3 بس، مش مطلوب منك اكتر من كده، حتى هي مكتوب عليها هانت يعني. وكده خدت البادج. هنروح بعد كده، اللعبه دي سهله جدا، هتكلم الراجل ده. بعدين هنروح، هو هيديك مكان زي ما شايفين، هو مديني الخط الحاجات اللي اماكنها فين، يعني هو سهله جدا والله. ان انت هتروح للاماكن اللي هو حاططها لك، الخط اهو زي ما شايفين، ده هتمشي وراه بس، هتجمع 4 حاجات وترجعها له تاني، وبكده كده نكون خلصنا التجميع. سهله برضو، اسهل حاجه، اسهل ماب بصراحه، بس هي المشكله ان هي كبيره شويه، فلكن هي سهله خالص يا جماعه. شايفين اهو هو بيوريني المكان، يعني مش محتاجه ادور، بترجع له وتاخد البادج. برضو سيميليتور تاني ان انت تقوي نفسك عشان تحارب الارنب، لازم تقوي نفسك عشان تقدر تهزم الارنب. لو هزمت الارنب هتاخد البادج، هي هتاخد وقت شويه ان انت تقوي نفسك، بس سيميليتور يعني زي اي سيميليتور محتاج وقت يعني، بس عنده تهزمها تاخد البادج على طول اهو. هنا بقى دي لعبه فاشون او دريس حاجه زي كده. المفروض ان انت بتجمع 20 ارنب، لازم تكلم الارنب الاول عشان تاخد المهمه. بتاخد 20 ارنب، تقعد تجمع الارانب، هتلاقيها بتجري اهي، هتلاقي الارنب كده بيجري، تقعد تجمع فيه. تجمع 20 ارنب على مرتين يا جماعه، ولازم تجمع الارنب قبل ما الوقت اللي فوق ده يخلص، اللي هي ال4 دقايق وشويه دي، لازم تجمع الارانب قبل ما الوقت يخلص، ال20 دقيقه، ال20 ارنب قصدي، عشان خاطر لو انت ملحقتش تجمع ال20 ارنب في الوقت هيتمسح كل اللي انت جمعته، هيتعيد من الاول وجديد. فانت اول مره هتجمع 20 وهترجع للارنب ده تاني تديله ال20 بتوعه، وبعدين هتجمع 20 تاني وتاخد البادج. هنا تريجر دي سهله برضو هي، بس هتاخد وقت طويل يا جماعه، لو حد يعني انت بتلعب فيها من الاول هتبقى سهله بالنسبه لك. اول واحده هيكون على بعد كده 100 متر لتحت، وبعد كده 1000 متر لتحت، وبعد كده 2000 متر لتحت، هتلاقي ال3 تريجرات يعني. بعدين هنروح للي هي بتاعت كوليكت بيت دي او جمع البيتات. هو مطلوب منك 30 بيت، انت افتح بيض، كل ما تفتح بيض هيظهر لك بيتات وهتتحسب لك، وهو هيديك يعني هيديك حيوانات مختلفه. يعني هي مخدتش مني وقت بصراحه، لان التجميع سهل جدا، فانت بتقعد تفتح في بيض هتلاقي الحيوانات المختلفه، هتلاقي نفسك جمعت 30 حيوان مختلف وتاخد البادج. هنيجي بعد كده لعبه هايد اند سكي، دي سهله جدا يا جماعه، ان انت المفروض تفوز مرتين بس، يعني كل مطلوب منك ان انت تفوز مرتين، اللي هي لعبه هايد اند سكي او الغميض. انا مش حاطه صورتها لانها مشهوره طبعا، فالمفروض انت تفوز اهو، فزت وخلاص. هنيجي اللعبه بعد كده اللي هي لعبه ماي ريستوران، سهله جدا، انت تخدم بس 100 نفر او 100 واحد، ان انت تفضل تلعب لغايه ما تخدم. تحت في عداد هيقولك انت خدمت كام واحد بالظبط، فبرضه سهله، ان هي تاخد وقت بس شويه، بس سهله هتخلصها بسرعه يعني. لعبه دي بقى درايفنج دي ان انت المفروض تجمع 30 بيضه زرقاء زي البيض، سهله جدا تجميع البيض الزرقاء ده، وتكسب يعني مش تكسب، ان انت تعمل 3 سباقات بس، مش لازم تكسب، مش لازم تبقى الاول، 3 سباقات وتجمع 30 بيضه، برضو مش هتاخد منك وقت كتير يعني، سهله برضو يعني بتاعت درايفنج دي. هنيجي بعد كده اللعبه التانية برضو سيميليتور، ان انت هتضرب ال3 دول اللي في الاول وال3 اللي في الاخر، يعني ال3 اللي في الاول دول وال3 اللي في الاخر هتفضل تجمع منهم، عشان خاطر لان هو طالب منك تجميع عدد معين منهم، تفضل تضرب فيهم كده لغايه ما تجمع المطلوب منك اهو، هتلاقي نفسك انت خلصت، هتاخد بيضه، وبرضو التانيين تفضل تجمع فيهم لغايه ما تخلص وتاخد البيضه التانية. البيضه التالتة طالب منك 20 بيضه صخره زي دي،
20 بيضة، تفضل تفتح في البيض لغاية ما تكمل 20 بيضة، وعند ما هتكمل 20 بيضة خلاص كده انت خدت البادج. تمام اهو خدناه. هالو كيتي سهلة جدا برضو ان انت تخدم 20 واحد في الريستوران بتاعك او الكافيه. هتقعد تلعب كده لغاية ما تكمل، هتلاقي نفس البادج ظهر عندك. اللعبة دي اللي هي لايف توجذر، ان هي مطلوب ان انت تعمل سيلفي او تصور البيضة، يعني مش لازم سيلفي على فكرة، انت ممكن تصور البيضة بس، صورها بالتليفون. وعند ما صورت ال10 بيضات هتلاقي نفسك خدت البادج. انا اوريكم اماكن البيض لان في حتت اماكنها صعبة اهي، ودي اللي هي جوه الزحليقة دي. تمام بس خلاص دي اخر واحدة وخدت البادج كده. اوكي يا جماعه، ينتهي الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوناش بلايكاتكم واشتراكاتكم الجميله عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا لكم سلام.